دكتورة شاطرة قالت لي حطي القهوة على الطماطم وانتي هتحققي حلمك في يوم واحد، وكمان هتعمليها في دقايق وهتغير حياتك. عمري ما تخيلت ان يطلع كل ده لما احط القهوة على الطماطم. بجد دي فكرة ما كناش نعرفها من زمان، بجد هتغيري حياتك وهتقدري تعمليها في دقايق، وكمان هتدعيلي. هتجيبي كده القهوة وهتحطيها على الطماطم، وتعالى اقولك هنعمل ايه، بس ما تنسيش تصلي على رسول الله في التعليقات. وتعالي كده اقولك الطريقة. هتبشري حباية طماطم متوسطة بالمبشرة الناعمة زي ما انتوا شايفين كده. عملت معايا حوالي معلقتين من الطماطم المبشورة، وحطيت عليهم معلقة من القهوة. وقلبتهم بالمعلقة زي ما انتوا شايفين كده، وزودت كمان عليهم معلقة من الشاي، وحطيت عليهم معلقة من زيت الزيتون زي ما انتوا شايفين. وهتقلبي كل المكونات كده مع بعضها لحد ما تبقى زي قوام الكريمي كده. ودي كده وصفة جبارة لعلاج الشعر الأبيض من جذوره. في بنات كتيرة بيبقى عندها شعر أبيض صغيرة، ده علاج قوي جدا للشعر الأبيض ويقوي الجذور.